آه، اليوم كما تعلمون يصادف الذكرى 20 على اعتقال قائد السلام قائد الإنسانية عبد الله أوجلان، التي تم أسره من قبل دولة تركيا والدول المتآمرة معهم. نحن نعد هذا اليوم بيوم الأسود وبصمة عار على جبين الإنسانية، ولكن جعلناه هذا اليوم يوم المقاومة، يوم النضال ضد هذه المؤامرة. طبعا باعتقال القائد عبد الله أوجلان أرادوا أن يمحوا تاريخ الشعب الكردي وإمحاء الحركة الكردستانية، وأيضا إمحاء حركة المرأة التي ناضلت لسنوات وقدمت الآلاف من الشهداء وأصبحت المرأة الحرة. أرادوا بشخصية القائد عبد الله أوجلان محو الإرادة الكردية وإرادة المرأة الحرة. طبعا في 15 شباط 1999 تم اعتقال القائد عبد الله أوجلان بكينيا وتم تسليمه للدولة التركية. فقال القائد يومها: جعلوا مني كرة من النار ورموني في الساحة التركية. وطبعا تركيا عبارة عن السجان فقط، لأن هناك الدول العظمى شاركت بهذه المؤامرة الشنيعة والخبيثة، والتي أرادوا كما قلت سحق الإرادة الكردية. نحن بدورنا كنساء في روجافاي كردستان في الشمال الشرقي وسوريا بجميع مكوناتها عربا كردا أرمنا ناضلنا وجعلنا من هذا اليوم يوم النضال والمقاومة. ماذا أريد أن أقول؟ يعني يوم اعتقال القائد أرادوا يعني طمس هذه الحركة، لكن بيوم اعتقال القائد توسعت هذه الحركة وأصبحت على الساحة العالمية. يعني الدول الكبرى أصبحت تعلم بهذه الحركة ومن هم الشعب الكردي. ربما كانت على نطاق الضيق، لكن باعتقال القائد توسعت الحركة. وطبعا قاوم القائد في هذا الزنزانة اللعينة، قاوم وناضل وما زال يقاوم. نعم، القائد أسير بجسده ولكن حر بفكره. نور العالم كله بفكره الحر. يعني القائد عبد الله أوجلان كنا نعتبره هو قائد الأكراد الكرد فقط، لكن لا، أثبت القائد بفكره وبمشروعه، مشروعه الأممي، مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. أثبت للعالم كله هو ليس فقط قائد لشعب واحد، لكن هو قائد للعالم، للإنسانية، للشعوب المضطهدة. كما تعلمون الآن فكر القائد تم تعميمه بجميع العالم، ومشروعه يدرس بجامعات عالمية، لأنه مشروع ناجح، مشروع بديل عن مشروع الدولة القومية. الدولة القومية يعني العالم والمجتمعات لم يحل مشكلتهم، بل زادت من أزمتهم. كما تعلمون الثورة السورية زادت عن 10 سنوات ولم تحل المشكلة بعد، لأن الدولة السورية النظام البعثي لم يغير من فكره البعثي الشوفيني المتعند
يعني يريد إرجاع هذا الشعب إلى ما قبل 2011. هذا ليس بحل. والمعارضة السورية حتى الآن لم يكن له مشروع الحل، بل هدفه هو الانتهاك والسرقة والقتل والنهب. وأكبر مثال عفرين، رأس العين، سريكانية، عزاز، باب، كل المناطق المحتلة بسوريا أكبر مثال على ذهنية المعارضة. ماذا فعلت بالشعوب التي تعيش هناك؟ كل يوم نسمع الانتهاكات التي ترتكب بيد المرتزقة الدولة التركية وأمام أعين العالم. والنظام السوري كما نراه والعالم يراقب لم يحل من الأزمة السورية أبدا، وليس له مشروع وأي تغيير بالدستور. فالمشروع مشروع القائد، مشروع الأمة الديمقراطية، مشروع أخوة الشعوب هو الحل لسوريا. فالقائد جعل من هذه المؤامرة مشروع حل. يعني المؤامرة فشلت، القائد فشل المؤامرة، ونحن بدورنا كشعب الذي يعيش في شمال شرق سوريا وبريادة المرأة الحرة فشلنا هذا مشروع المؤامرة التي قامت بها الدول المتآمرة فشلناها بنضالنا ومقاومتنا. ونحن اليوم ما زلنا نناضل ونقاوم من أجل تطبيق هذا المشروع وكسر المؤامرة الدولية.